الفيديو اللي انتوا شايفينه ده اتعمل كله باستخدام ال AI. If this is your first shift at Waffle House, you have to fight. Y'all gonna act right or I'm closing this bitch down! زي ما هو واضح كده الموديل الجديد ده بجد جنان حقيقي، هو ظابط الفيزياء والتشريح ومشاهد الاكشن السريعة حتى حركات الكاميرا، وعنده فهم رهيب للعالم. مفيش منافس ليه حاليا، ده حرفيا احسن موديل موجود في السوق واسمه سي دانس 2.0 من شركة بايت دانس. في الفيديو ده هعرفكم على كل الحاجات الرهيبة اللي تقدروا تعملوا بيها، ويلا بينا نبدأ. ازاي توصلوا؟ الموديل موجود دلوقتي على منصة ادليمينا، ولكن مش هينفع تستخدمه وانت في الوطن العربي. لازم تستخدم VPN سواء في البرازيل او امريكا او اي موقع تاني خارج الميدل ايست. ولو ما قدرتش توصل للموديل ده وما اشتغلش معاك، خليك معايا لاخر الفيديو، هقولك على الطريقه ازاي تشفروا بيها وازاي تستخدم VPN مظبوط عشان يشتغل معاك. اول ما تفتح الموقع هيظهر معاك بالشكل ده، يبقى عندك ال AI image وال AI video، هندوس على AI video. اما نفتح الفيديو هيبقى عندنا كذا موديل، فيهم عاملين سي دانس 2.0 فاست وسي دانس 2.0 بس. الفاست ده المفروض بيكون ارخص وامكانياته اقل شويه. احنا النهارده هنشتغل بسي دانس 2.0 عشان نقدر نختبر كل امكانيات الموديل ونعرف ممكن نطلع بيه ايه بالظبط. انا اختار سي دانس 2.0. مجرد ما بتدوس عليها بيفتح على الفيرست فريم واللاست فريم. في نوع تاني حاجه اسمها اومني ريفرنس. الاومني ريفرنس دي بتسمح لنا ان احنا نرفع صور او فيديوهات او صوت. هنعمل كذا مثال ونتكلم فيه عن الموضوع ده وازاي نستخدم كل الامكانيات دي مع بعض. اول حاجه ممكن نبدا بيها، نبدا بالفيرست اند لاست فريم ونشوف ايه الفرق بينه وبين الموديلات اللي قبل كده. هنرفع صورتين دلوقتي ونكتب البرومت ده. انا كده رفعت الفيرست واللاست فريم. ده الفيرست فريم وده اللاست فريم، وكتبت له بالعربي: هذه هي لقطات البداية والنهاية لمشهد قتال داخل الكازينو. بناء على هذين المشهدين أنشأ تسلسلا سلسا للرجل يرتدي جلباب أبيض وهو يقاتل لعدة رجال يرتدون بدلات. استخدم لقطات زوايا تصوير مختلفة لإضافة طابع سينمائي أكثر. قتال عنيف، حركة عالية ومكثفة. أنا اخترت إنها تكون 15 ثانية. عندنا بيبدأ من 4 ثواني لحد 15 ثانية، وكل ما بتزود الثواني كل ما التكلفة بتزيد. ولكن هو هنا التكلفة 0 عشان دي أنا أول مرة استخدمه، فهو بيقول لي أول مرة هتكون ليه ببلاش. هندوس على generate. طبعا للأسف إن حصل مشكلة، بيقول face detect new media. جرب بحاجة تانية. طبعا لو انتوا كنتوا متابعين سي دانس 2.0 من البداية كان في مشاكل كتير ان هو بيستخدم شخصية حقيقية وكده، وشركات كبيرة رفعت قضايا ودعاوي عن الحاجات دي. فللأسف انك تجيب ممثلين او ناس معروفة مش هتقدر تجنريت اي فيديوهات يوم. يعني انت لازم تستخدم حاجة بتاعتك انت، سواء مثلا كرتون انت تشتغل عليه والشخصية دي انت اللي رسمها، او حاجة من تصويرك انت الناس مش معروفة مثلا او كده. فهنجرب مثال تاني دلوقتي بنفس البرومت، بس هنجيب صور. هنا انا جربت الصور شوية وعملت ماست للوش في الصورتين في الفيرست فريم واللاست فريم، ونفس البرومت. التكلفة هنا هتبقى 1400، وهنتكلم عن موضوع التكلفة ده وازاي نحسبها مثلا سواء بالجنيه المصري او بالدولار. هدوس على جنريت. برضه حصل مشكلة، نفس المشكلة ان فيس ديتكت، وبيقولك ان الكريدت رجع تاني. حقيقة انا مش عارفة ايه المشكلة، ان الصور المرة دي مختلفة، مش باين فيها وش ممثل او اي حد. ولكن كده هنجرب صورة تانية ببرومت تاني خالص ونشوف. انا بجرب معاكم كل التجارب دي عشان نعرف امكانيات الموديل وازاي نقدر نستخدمه، وهل هو متاح لكل الاستخدامات ولا هيقابلنا مشاكل زي اللي بتقابلنا دلوقتي. خلينا نمسح دول. هنا نفترض الاونلي ريفرنس وسي دانس 2 ونجرب نشوف هل هيدينا مشكلة ولا لا. انا هنا رفعت له شخصيتين مشهورين برضو المفروض، وكده التالي ان هما بيتقاتلوا بليلة محبورة باسلوب 3D، القتال يكون عنيف والحركة عالية وحركة ديناميكية.
ولمدة 15 ثانية والأثبت بتاعنا اللي هو بالعرض، وهدوس على generate ونشوف هيطلع ولا لأ. برضو قال ان في مشكلة ومش راضي يعمل الفيديو. يقول برضو ان الصور اللي احنا رفعناها دي فيها حقوق ملكية وما ينفعش نستخدمها. فانا عملت صورتين شبه بسنت وديوستي بس بالاي اي، يعني خدت الوصف كده وعملت بيهم صورتين تانيين. تعالوا نرفعهم ونشوف فيديو ممكن يحصل. هما دول الشخصيتين ونفس البرومت، وتعالوا ندوس على generate ونشوف ممكن يعملوا ولا لأ. حقيقي بعد ما كنت متحمسة جامد للموديل ده، انا دلوقتي مش متحمسة خالص، لان انا جربت كتير قبل ما اجرب الحاجات دي معاكم، وبرضو عنده مشكلة في حقوق الملكية والحاجات دي، ولازم ان الشخصية تكون او الفيديو او اي حاجة تكون انت اللي عاملها، مش حاجة موجودة على الانترنت. وما تستخدمش برضو شخصيات الممثلين او اي حاجة معروفة. فده بيعمل ليميت كبير جدا اعتقد، لانه هو ممكن يغلط، يعني ممكن اكون انا عامل الشخصيه بتاعتي او كاركتر بتاعي وممكن برضه يغلط وما يرضاش ان هو يعمل جنريت. فحاسه ان الليميت ده كبير جدا وهيعمل مشاكل، او مش هيعمل مشاكل، هيخلي الموديل استخداماته قليله، هيعمل الشخصيات حاجه مش موجوده او حاجه معموله بالاي اي بيشتغل وعمل جنريت فراح انا لا احفظ. طبعا النتيجة تحفة جدا، يعني بحركة دايناميك جدا، كل حاجة مظبوطة والاكشن صح والخبطات صح. ما اعتقدش ان اي حاجة في الاي اي كان بتعمل ده بشكل كويس قبل كده، يعني في يو سي او كلينج او معظم الحاجات دي لا لسه فيها مشاكل، والايد بتكون مش مظبوطة يعني حاسة ان الحركة هنا كويسة جدا جدا يعني، ولكن طبعا موضوع الليفت ده عامل مشكلة كبيرة. وهنا ده مثال تاني، انا رفعت الصورة دي، صورة من شورت فيلم كده انا كنت بشتغل عليه، وكتبت له هنا angry man talked to his king about freedom multiple shots. راجل غاضب بيتكلم بالكينج يعني او الملك بتاعه ان هو عن حرية ولازم يبقى فيه حرية عادة كده. وطبعا لما تكتب multiple shots المفروض ان هو يعمل كذا لقطة، يعني من اكتر من زاوية مختلفة او كده. وبرضه استخدمنا ال only reference وسيدانس 2 هنعمله 15 ثانية. التكلفة هنا تكون 1400 وندوس generate ونشوف النتيجة طبعا عاملة ازاي. دي كده النتيجة اللي طلعت. The freedom to live as we choose, Brie. To choose where we live, who we love, and what we believe. What is it you seek? The freedom to live as we choose. طبعا نتيجة ممتازة جدا صراحة، ما فيهاش ولا غلطة تقريبا. طريقة الكلام، طريقة الانيميشن هو ستايل 2D انيميشن فعلا، مش انا عارف كده الحركات في في 3 وفي حاجات تانية تحس ان حركات الكرتون شكلها حقيقي، بس هنا الحركات والانيميشن والتنقل بين المشاهد ده برضه خطير، يعني معمول صح جدا. انا عملت جنريت تاني نفس البرومت نفس كل حاجة، ودي نتيجة برضه. And I want to make sure they're free. Now you're who reigns. And what is freedom? And I want to make sure they're free. برضه تحفة، يعني حتى الشخصيات التانية اللي هو عملها دي نفس الستايل، نفس الخطوط، نفس الرسومات يعني. وحتى هنا في الخلفية حاطط حاجات تبع الفراعنة، يعني هو قادر يفهم الصورة ويقراها كويس جدا ويضيف حاجات ليها علاقة بالصورة الأساسية اللي أنا مديها له. Now you're يعني who مشهد فعلا شكله متكامل، حتى عاملين سبتايتل. reigns. وطبعا الأصوات، حتى صوت الباك جراوند وصوت الشخصيات نفسها، بس صوت الراجل ده الأخير ده يعني شبه صوت مورجان فريمان بالظبط. مش عارفة بيستخدموا أصوات فعلا موجودة ولا ايه. And what is freedom? دي أنا تجربة كمان نفس البرومت، ان الراجل اللي برضه غاضب وبيتكلم عن حرية، بس أنا زودت ان هو اسبيك أربك، بيتكلم عربي. فتعال نشوف بيبقى عامل ازاي. ثرسس، هل عرفت مضع حراية؟ أنا عرفها، لدتها، أما أنت فارس فلم تعرفها.
الانيميشن ده والباك جراوند ميوزك حلو، بس طبعا اللغة العربية ضايعة خالص، يعني معرفش هو بيتكلم أنا فاكس ولا ايه، بس أعرفها اللغة لدتها، أما أنت فارس فلم تعرفها. في العربي مش مظبوط خالص، بس الانيميشن وكل حاجة مظبوطة المفروض. هنا عشان نتكلم عربي مظبوط جربت ان انا اديله الصورة ويديله الصوت، ده صوت الشخصية تتكلم يعني المفروض، برضه نفس البرومت، وكتبت في الاخر ان هو speak uploaded audio، يعني بيتكلم بنفس الصوت اللي انا رفعته لك هنا. وتعالى ندوز جنريت ونشوف هل هيعملها ولا لا. الدنيا لهنا انت عمامل بس فوتي في الحلم، انتهى الامال، وانتهى الامال، وانتهى الامال، لابد منا ان نقدم دنيا. طبعا برضو هو مش ده الصوت اللي مرفوع خالص، الصوت المرفوع ان الراجل ده بيتكلم بعصبية شوية عن يعني ايه الحرية وحاجات زي كده، ولكن النتيجة اللي فينت ملهاش علاقة بالصوت اللي مرفوع خالص. ان هو واحد يحاول يعمل حاجة شبهه، بس مش هو برضو النطق والكلام في اللغة العربية بايظة. فلو انت تفكر انك تستخدمه ان هو يتكلم عربي او كده زي في 3، ما اعتقدش ان هو هيكون حاجة مظبوطة يعني. برضو جربت اعملها تاني، وبما ان انا مهتمة بالانيميشن وال 2D فعايزة اجرب كل الامكانيات بتاعته، ودي النتيجة اللي Freedom طلعت. to live as you see fit, but you see fit only to live. In their way, of what's astounding and have them bro teacher in the ninth variation from the challenge, make your way Waterna. Freedom to live as you see. برضه خطير يعني، مفيش ده انا مش شايفة برضه شايفاها كويس جدا يعني. قعدت هنا في مشهد وهو بيرفع Astounding and ايده have them bro teacher in the ninth variation from the challenge, make your way. باليد دي يعني، وهو قادر يفهم المشهد كويس جدا، وان الشخص التاني بيكلمه، واللقطات والتنقل ما بينها معمول كويس جدا جدا يعني. بس طبعا لو كان بيتكلم عربي كان هيكون خطير، او لو بياخد صوت مثلا ويقول نفس الصوت ده كان هيبقى في حتة Freedom. تانية خالص. اخر حاجة هنتكلم عنها ازاي توصل للموديل ده والتكلفة بتاعته. ازاي توصل له الموديل ده عشان تستخدمه لو انت عامل الاكونت بتاعك من فترة مثلا قبل كده وكنت عامله داخل مصر او داخل الميدل ايست، الموديل ده مش هيظبط معاك. عشان يظبط معاك لازم تعمل ايميل جديد وتعمل تسجيل دخول وانت فاتح VPN، سواء في البرازيل او امريكا او المانيا مثلا، كل البلاد دي بيظهر فيها الموديل. نتكلم بقى عن التكلفة بتاعته. التكلفة بتاعته بتبدأ من 74 لحد 345، طبعا ده بالريال البرازيلي لان انا عملت الاكونت بتاعي بالبرازيل. لو عايزين نحسب التكلفة لكل مثلا 15 ثانية، 15 ثانية بيكلفوا 1400 كريدت. احنا ممكن ناخد سكرين شوت كده ونروح لتشات جي بي تي ونقول له يحسب لنا التكلفة. طبعا تشات جي بي تي حسب التكلفة وقال ان التكلفة هتبقى 3.26 لكل 1400 نيوتن. الرقم ده لو انا حولته من الريال البرازيلي للجنيه المصري، 3.26 دول هيبقوا 33 جنيه مصري. يعني خلي بالك ان كل فيديو انت تعمله 15 ثانية بسي دانس 2 بروم ريفرنس بيكلفك 33 جنيه، يعني يكلفك مثلا حوالي $. انا اعتقد يعني $، الا ربع عزم هكذا. طبعا اعتقد الموديل ده ريالي مش رخيص، ولكنه مفيد جدا لو انت بتشتغل بيه وتعمل شغل وتستخدمه في الحاجات دي، فاعتقد انه مفيد جدا، هيساعدك جدا جدا يعني. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي.